لكن على الرغم من جهودها كانت حزينة جدا، لأن الوجبات في كثير من الأحيان كانت بتنقص وما بتقدر تكفي كل الناس. وبالنسبة لها كان الموضوع ده جدا مؤلم، إنه تشوف واحد قدامها وما تقدر تديه حق الأكل. لكن بسبب استمراريتها في تقديم الوجبات بقى كل يوم ورا يوم شغفها بيزيد بمساعدة الناس، وكانت دائما بتفكر إنه كيف تقدر تساعد أكبر عدد منهم، لحد ما في يوم من الأيام ربنا ألهمها واطلقت مبادرة في السوشيال ميديا كانت من أشهر المبادرات الخيرية في السودان، اسمها من خيرك أطعم غيرك. أنفق باليمين ضاريها من اليسرى ما تضيق، كان شعار بالدنيا صفحة عسرة، بكرة الخير بيجيك فيك السعادة بتسرى، إن العسرة يأتيك من وراه اليسرى. من خيرك أطعم غيرك مبادرة بتستهدف كانت تدعم كل الشعب السوداني. هذه مبادرتنا خاصة بناس الجيش، وفي الجيش خاصة والصفوف الأمامية. من خيرك أطعم غيرك مبادرة طوعية لناشطة سودانية، وهدفها الأساسي كان إنه تجمع تبرعات عشان يطعموا المساكين. الحملة لقت دعم ورواج كبير جدا في السوشيال ميديا، حتى سوهندا نفسها كانت بتقول إنه أبدا ما كانت متخيلة إنه الناس حتتفاعل مع العمل الخيري ده كده. سوهندا بقى وراها آلاف من المتبرعين والمتطوعين وساعدوا ناس كثيرة محتاجة، وده بيوريك إنه لسه البلد بخيرة، بس محتاجين للثقة. ومن هنا بقول شكرا لسوهندا وأمثال سوهندا، وشكرا كمان للشاب الجميل اللي حكى القصة دي مازن الفحل. ومن خيرك أطعم غيرك، وأشوفك في حكاية جديدة.